بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد والديمان وندمه توتشي أباتنا توتشي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنه بزيه درسات شلاي يمن ملكتو سلا عقيدنا سلا إيماني هنا عقيدة من بلو إيمان يبقى من بلو توحيد يونا عندنا أمنتنا سلامنات والسان نقروتشن وعيالن سلامنات تكتاتاي والسان الناس فلاقينات وچن إن شاء الله إنا وسهلن. بمجمرة درجة الله سبحانه وتعالى عندما يتوقعوا يسول جوتن يفتربت تلك علامة الله. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سواء من هنا قال انتن نهم بتشنيار قولي قزوين بهون انجي الفتركواتهم إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بتكبر عن قصة يهين إلى عبد الله بن عباس يعني إلا ليعبدون يميلون سيابرر إلا ليوحدون بميلو أسكم توتال بتشنيا درجو عندي عمل كنينا عندي جزوج عندما يتوقعوا بزوجي توحيد سبال عقيدة سبال إيمان سبال إنسمالن من مالتنا يتفلق بت توحيد يميلو بنجرات الله سبحانه وتعالى بعملكوتنا لسو بميجبوت ليلوش نجاروش ملايات مالتنا الله سبحانه وتعالى بأملكوتنا بليلوش نجاروش بتشنجنتون مع الرجاجات مالتنا يفتاريهم بتشنجنت بفتارينتو لازم دمو بأملاكنتنا بملكان بحرياتوچنا سموچو من مهونون بتشنج أملاك مهونون مع الرجاجتنا توحيد يميلو قال وحد كميلو يتوسلنا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم نذكر معاذ سيلكت ودائما إلى أن يوحد الله يمين رواية إلى أن يوحد الله أن درجو نتلو ببتشنينت عندي عملكت ولزه حساب سنسا حساب تتعرب مالت نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما في الصحيح نقروتا. طيب توحيد يميلو كالذهن يتوسده توحيد يميلو أدس مت نقر على لما بابالو راسون دالكواتشو كحديث يتوسد نقرنا ليلوت من دزيهو بركاتا مسرجاو تشالوت ነገር ግን ሰዎች ትክክለኛ አቋም መጥላት ሲፈልጉ የተለያየ ስያሜና ስም እየሰጡ ሲተቹ ይታያል እንጂ ተውሂድ የሚለው ግልጽ ነው። አላህን በብቸኝነት ማምለክና መገዛት ማለት ነው። ሌላው አቂዳ ሲባል እንሰማለን። አቂዳ የሚባለው እምነት ነው፣ እምነት ማለት ነው፣ ወይም ኢማን ይሉታል። በሌላ አገላለጽም ኢማን እምነት ማለት ነው። አቂዳ ሲባል የሚፈልገው ምንድነው? ማመን የሚጠበቅብን የእምነት አይነት ማለት ነው። ስውርና ሩቅ ምስጢሮች ለምሳሌ በአላህ ማመን፣ በመላእክቶች ማመን፣ በመጻፍቶቹ ማመን፣ በመልእክተኞቹ ማመን የአርካን ኢማን ዝርዝርና ከነዚህ ጋር ተዛማጅና ተያያዥነት ያላቸው የኢማን ክፍሎች ናቸው አቂዳ የምንላቸው። አቂዳ አንዱን ማንኛውም ሰው የሚይዘው እምነት ይኖራል። አቂዳ ይባላል የቋጠረው እምነት ማለት ነው። ትክክለኛ እምነት ከሆነ አልዓቂደቱ አልኢስላሚየቱ ሰሒሐ ይባላል። ትክክለኛና እስላማዊ እምነት ሲባል የተሳሳተ ከሆነ ደግሞ የተሳሳተ ኢማናዊ ያልሆነ እስላማዊ ያልሆነ እምነት በማለት እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። طيب عقيدة أساسابينتنا أسفلاقينتنا نبل ويم إيمان يإيماننا أسفلاقينتنا أساسابينتنا نقاقر إيمان أسفلاقينتنا أساسابينتو ويم إمنت يا أساسابينتنا أسفلاقينتون كم يعمل كتوت نقروش عنده الله سبحانه وتعالى يسول جوتن يفتربت مسارتاوي نقر سلوهنا ينبياتو تشمتري يهن مسارت يارقو بزي يتنسان الله سبحانه وتعالى يسول جوتشن صفة من دنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يهنم بصفاتنا على إن شاء الله. العقيدة الصحيحة تككلن أمنت تككلن إيمان تككلن أمنت قد ستاوتشو يا مارنا يا شبرك أمي هونبت بزاق تاجعله عنده عندنا أنها أساس بناء المجتمع وصلاحه وسعادته يتنيوم ما برسب تككلن مسرت لما تعال ማህበረሰቡ ለማማሩ እንደዚሁም እድለኛ ለመሆኑ ዋናው መለኪያ ነው ምን ትክክለኛ እምነት الذين آمنوا
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلى الله سبحانه وتعالى. أسعد الناس نبياتنا صلى الله عليه وسلم معاذ بن أبو عندك زيت أيكو من أسعد الناس بحسن صحبتك أو بحسن شفاعتك يا رسول الله بلو أبو هريرة أيك أتشو يرسون شمقلنا بما قنيت ما أنه يتعدل سيلاتشو من من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كلبوت الرت بمارك لا إله إلا الله على سونالو المصطفى صلى الله عليه وسلم قدم بانببنا أنك السلام من دنم إلى الله الذين آمنوا النزيا يمنوا سوج ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيماناتشون أمنتاتشون تككلن أمنتاتشون ببدل يالكالو ببدل من مالتنا ظلم الزيقا شركنا لقول الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أنت لجيهوي بالله لا إندات تقارى بالله لا مقارات وين مقارات مبالو تالاك هنا بدلنا إذا أمنتاتهم ببدل يالكالو مالت بشرك يال ظلموا ويم يال شفنونا يال الدبلقوا أولئك لهم الأمن سلاما لله أين في الدنيا حتى في الآخرة وهم مهتدون لسكيت يبقونا تشوي إلى الله سبحانه وتعالى لببلو يا إيمان وندمتوتشي أبات أناتوتشي الله سبحانه وتعالى يهين سيل تملكة إيمان بظلم كالتك الأكاليلا هي آية سورد طبعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنك عتشو تأبباتشو وأينا لم يظلم نفسه قالوا لما هونو كنيا مهل نفسنا ما يبدل ما نال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مال. طيب تككلن يا أمنت تكمو ليلو من دنو كتباله تعصم الدماء والأموال جنزبنا دمن يتكبر يتطبق انديهون يا درقال يهلنم سو مالتنا سبحان الله ليلو ማንኛውም ስራ ተቀባይነት እንዲኖረው መሰረት ነው ትክክለኛ እምነት ማለት ነው ትክክለኛ እምነት يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ከዚህ ቀደም ያሳለፉትን መልካም ስራ እናመጣላቸዋልና ከዛ በኋላ አውሎ ንፋስ የተለቀቀበት ትቢያ እናደርገዋለን ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ትክክለኛ እምነት ያዘ ባለመሆኑ የተነሳ ነው ويقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله يميستوت ملكام سرا يوجهاتشو تقباينت እንዳይኖር ያደረጋቸው በአላህና በመልእክተኛው በመካዳቸው የተነሳ እንጂ ሌላ አይደለም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብ በሉ በአላህና በመልእክተኛ መካድ ምን ያክል ከፍተኛ አደጋ እንደሆነ ስለዚህ በተቃራኒው የትክክለኛ እምነት የትክክለኛ ስራ መሰረት መሆኑን እናያለን ሌላው ጀነት ለመግባትና ከጀሃነም ነፃ ለመውጣት ነጃ ለመውጣት ምክንያት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት መማታ وهو يشرك بالله شيئا دخل النار بالله لا يغارا يموت سو كنتات ياكلم እንኳን ቢሆን يغارا بالله لا يموت سو من ይሆናል እሳት ይገባል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه بالله لا ምንም ነገር ሳያጋራ አንዳች ነገር ሳያጋራ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት አምልኮ የሞተ ሰው ጀነት ይገባል አሉ አልሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ተውሂድ በጣም አሳሳቢ ወይም የእምነት ትክክለኛ እምነት አንገብጋቢነቱ እዚህ ጋር የሚስተዋል ነው የሚሆነው ማለት ነው ተውሂድ በነገራችን ላይ አሳለቱ ተውሂድ في البشريه የሰው ልጅ መሰረቱ በዚህ ላይ ነው የተፈጠረው ቀደም ባልነው አንቀጽ ሌሎችን ማስረጃዎች እንዴ كان الناس على التوحيد والدين القويم ሰዎች ትክክለኛ እምነት ይዘው የተቃናና የተስተካከለ እምነትን ይዘው ነበር የሚጓዙት ከመቼ ጀምሮ منذ خلقهم الله تعالى الله ከፈጠራቸው ዕለትና ሰዓት ጀምሮ ነገር ግን ከዛ በኋላ በሚያሳዝን መልኩ ثم حدث الشرك بعد ذلك شرك ከዛ በኋላ ተፈጠረ وكان مبدأه في قوم نوح لما غلوا في الصالحين حتى عبدوهم የሽርክ መጀመሪያ ልብ በሉልኝ عباد الله ወደ ኢማን እና እስላም ወንድምና እህቶቼ አባትና እህቶቼ ሽርክ መጀመሪያው የነበረበት ምክንያት ምንድነው ከተባለ በምርጥ መልካም በጎ ሰሪ ሰዎች ላይ ድንበር ማለፍ ነበር طبعا መልካም የሚሰሩ ሰዎች የተከበሩ ናቸው ዑለማዎች ዓቢዶች የሚከበሩና ሰው ዘንድ ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው
በአግባቡ ክብርን አንድ ሰው በአግባቡ እነሱ ማክበር ካልቻለ ተቃራኒ ነው የሚሆነው ነገሩ ተጠማዞ የተገላቢጦሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት ነወድ ነስዋ እና የጉት እና ያዑቅ እና ነስራ የመሳሰሉት መልካም ሰዎች ነበሩ በጎ መልካም ስራ የሚሰሩ ሲሞቱ ሰዎች አዘኑ ከዛ በኋላ ወደ አላህ የሚያቃርባቸውን ነገር ወይም እነሱን የሚያስታውሱበትን ነገር ሸይጣን ጠቆማቸው ሐውልት ተሰራ ምስል ቅርጽ ተሰራ ከዛ በኋላ ወደ ማምለክ ተሻገሩ قال الله تعالى ይህን ሁኔታ በማስቀመጥ አላህ ምን ይላል كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ሰዎች በአንድ እምነት ላይ ነበሩ ይላል አላህ أمة واحدة أي على ملة واحدة በአንድ አይነት ወጥ መሰረታዊ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት የማምለክና የመገዛት እምነት ላይ ነበሩ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ከዚያም አላህ መልእክተኞችን ነቢያቶችን አስጠንቃቂና አበሳሪ ሲሆኑ ልኳቸዋል ይላል ተመልከቱ ምንድነው የተፈጠረው ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ እንደሚለው ሌላ አያ ላይ እንደተገለጸው ፈختلፉ ተወዛገቡ ተለያዩ ልዩነት ተፈጠረና ለመግባባት ከዛ በኋላ አላህ መልእክተኞችና ነቢያቶችን አስጠንቃቂዎችና አብሳሪዎች አድርጎ ላካቸው እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው አዩሃ الإخوة والأخوات ሰው ሁሉ በትክክለኛ እምነት ላይ ነበር ከዛ አንዱን ይሄን እምነት መሳት ሲጀምር ልዩነትና አለመግባባት ይፈጠራል ስለዚህ አንድነትን የፈለገ እምነቱን ያስተካክልና አንድ አይነት ወጥ የሆነ ሸሪዓው ያስቀመጠው በቁርአንና በሐዲስ የተቀመጠው ወጥ የሆነ እምነት አንድ ሰው ከያዘ ምን ሆነ ማለት ነው ትክክለኛውን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመሪያ አክብሯል አንድነቱንም ጠብቋል መጀመሪያዎቹ የነበሩበት መንገድ በመሆኑ የተነሳ ነው وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل كما رواه مسلم الله من إلال خلقت عبادي حنفاء كلهم ባሪያዎችን በሙሉ የተቃኑ ትክክለኛውን መስመርና እምነት የያዙ አድርጌ ፈጥሬያቸዋለሁ አለ وانهم اتتهم الشياطين نهو شيطانوች ወደ እነሱ ዘንድ መጡና فاجتالتهم عن دينهم ايش معنى اجتالتهم قالوا اي استخفوهم فذهبوا بهم وازالوهم عما كانوا عليه ከትክክለኛ እምነታቸው አታለው ሸንግለው አሞኝታዋቸው መስመር አሳቷቸው አሉ على الله سبحانه وتعالى كذا من وحرمت عليهم ما أحللت لهم أني حلال أدرك كلاتشون كل أدركوا وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا أني ما أسرد جالا ورد كتن أني أنا أزدز كتن بني لا إندي أقاروا أدركوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من هلال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق كنبي الله نوحنا كآدم مكاكل كاباتاتن آدم جمرو اسك نوح عليه السلام درس 10 ክፍለ ዘመናት ነበር ሁሉም ትክክለኛ እምነትና አቋም ላይ ነበሩ ይላል ነገር ግን ሸይጣኖች መጥተው አታለሏቸውና ከትክክለኛው መስመር አሳቷቸው ኢንሻአላህ በቀጣይ ክፍል ደግሞ የቀረውን ነጥብ እንመለከታለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተጠቃሚዎች ያድርገን هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد